ذهبية وزن أقل 62 كيلوغرام البطلة التونسية المشدوبي. الخاصة بالفتيان والفتيات لجمعية التميز بمدينة الناس وصورة الثانية موجودة في النسخة التالية وتسلم لمدينة عبد القادر مسرور. السادة والسيدات سيتم استئناف منها الإقصاء. أنني جد سعيدة أنني متواجدة اليوم في هذا الدوري اللي منظمه البطل العالمي عبد القادر الزروري بمدينة وجدة. صراحة مدينة وجدة اليوم كتضمن واحد العرس رياضي كبير اللي كيشمل مجموعة ديال الدول العربية والإفريقية والدولية والعالمية. كنلاحظوا يعني جماهير غفيرة، كنلاحظوا عدد المشاركين اللي كيتزايد يعني أكثر من 900 مشارك اللي مشارك في هذا الدوري هذا. لاحظت على بحضوري انني في الدوريات السابقه كنلاحظ انه الدوري الحمد لله تحسن من حسن الى احسن، ما يزيد مدينه وجده وجهه الشرق بصفه عامه يعني امور كثيره. صراحه كنشكر البطل عبد القادر الزروري على هذه التظاهره الدوليه العالميه اللي كتعطي اللاعبين المغاربه الاحتكاك على مستوى الافريقي والمستوى العالمي. ان شاء الله اللاعبين المغاربه اللي غادي نطعموا بهم الفريق الوطني ان شاء الله اللي غادي يقول الكلمه ديالو في المحافل الدوليه. بالنسبه للمجال التقني كنلاحظوا على ان المستوى مستوى جيد، خصوصا ان اللاعبين المغاربه كيحتكوا مع مجموعه دول اللي هي عندها مدارس قويه في رياضه التايكواندو، وميم طون كيكونوا متماشيين مع مستجدات التحكيم، مستجدات التقنيات على المستوى العالمي. هذه الامور كلها التقنيه كتساعد اللاعبين المغاربه انهم يكونوا مواكبين كل مستجدات رياضه التايكواندو على المستوى العالمي، خصوصا انه كنلاحظوا انهم حكام كاينين من مجموعه ديال الدول العالميه، بالاضافه الى مشاركين ومشاركات من مجموعه اكثر من 17 دوله اجنبيه اللي مشاركه في هذا الدوري، ما يزيد الا اللاعبين المغاربه تقنيات عاليه اللي غادي تنفعهم في التظاهرات الدوليه.
بهذه المناسبه في تنظيم جمعيه تنميه دوري دولي تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للتايكواندو، وكذلك بتنسيق مع عصبه الشرق للتايكواندو. هذا الدوري اللي تعرف مشاركه ازيد من 800 لاعب ولاعبه مشاركين من 17 دوله، اللي توصلها اول مره بعد 8 سنوات، اللي تعرف النجاح من حسن الى احسن. وكذلك حضور السيد والي جهه الشرق في هذا الدوري، وكذلك رئيس الجهه وعده شخصيات رياضيه. انا تنشكر جميع المدربين وجميع الدول اللي جاوا يشاركوا في هذا الدوري الدولي بمدينه الشرق، اللي هو دوري رياضه التايكواندو، اللي ولا اليوم تعتبر من الدوريات الكبار على الصعيد الوطني. وكما تشوف تنهني جميع المدربين وجميع المدربات وكذلك الابطال والبطلات الفائزين في هذا الدور. هذه السنه الدوره الثامنه للدوري الدولي مدينه وجده. هناك يعني نجاح على نجاح، والحمد لله هذه السنه اضطرينا ان نحدوا عدد المشاركين باش ما يكونش عندنا واحد العدد كبير، باش ما نكونش الوقت طويل للمشاركين، باش نوفروا الجو الملائم للابطال باش يلقاو الراحه ديالهم. لان ما فاش وصلنا السنه الماضيه 1158 كان عدد كبير وتعطلنا اليوم الاخير، وصلنا تقريبا يعني كان متاخر من الليل، وهذا الشيء كيولي الارهاق على اللاعبين. ولكن هذه السنه اضطرت اللجنه المنظمه تحديد هذا المشاركين في 800، ولكن كانت طلبات وخلينا واحد لا ليست داتوت اللي وصلنا هذه السنه 860 مشارك، وحدينا عدد المشاركين. وان شاء الله في السنوات المقبله غادي نزيدوا نحدوا عدد المشاركين، نقدروا نقصوا باش يكون واحد العدد، واحد الفرجه، واحد التنظيم محكم باش اللاعبين يلقاو الراحه ديالهم في المباريات ان شاء الله، ويطبقوا جميع القوانين ديال الاتحاد الدولي باذن الله.